نهاية مسلسل جعفر العمدة اللي هتبتدي من الحلقة 18 وهيكون فيها تسارع في الأحداث وكشف أسرار جديدة لأول مرة الجمهور بيكتشفها. ومحمد سامي قال إن فيه هيكون تطورات وأحداث جديدة لأول مرة الجمهور بيكتشفها، وكل اللي كان فات ده كله كان تشويق للجمهور. بدأت الأحداث من لحظة وفاة فاطمة أم سيف في المستشفى، وهي كانت ناوية تحكي لجعفر ان سيف ابنه هربا من بلال شامة، لكن يعني ماتت. لكن اللي هتعرف الحقيقة هي نجاة أخت فاطمة قبل ما تموت، وهيرجع لحضن جعفر وسوريا تاني. لكن مع تسارع الأحداث هيموت سيف على إيد شوقي أخو دلال. وهنيجي للمشهد التاني، هي عايدة اللي هتنتقم لأبوها، وهي ما بتحبش جعفر، هي ناوية تنتقم بالاتفاق مع شوقي ان هي تنتقم لأبوها لأنه كان معاهم في السجن، فاتعرف على أبوها وهي رسمت عليه خطة على أساس تاخد 5 مليون، لكن هو مات قبلها فحاولت تنتقم منه. لكن لما سافرت مع جعفر حبته وكانت ناوية تقوله الحقيقة، لكنها ترددت ورجعت في كلامها. اتفق شوقي مع عايدة ان لما يخرج من السجن يكون هو جعفر في لبنان معها، وهو يعمل مصيبته اللي هيعملها ان هو يضحك على وداد ويقول لها تعالي انا هتجوزك، وبالفعل هيتجوزها. لكن هو اتجوزها وهيطلقها في نفس التوقيت. هو عمل الخطة دي كلها عشان يكسر عيلة جعفر. وكمان محمد سامي كان عاوز يعمل ورقة ان احنا الجمهور كله يشك في عايدة طول الوقت ان هي السبب في كل المصايب اللي بتحصل لعيلة جعفر، وان هي خطفت ابن جعفر وسقطت دلال. لكن لأ. اما بخصوص سيد فهيفضل يصرخ ويتخانق فيغمى عليه، فتيجي صفصف تتخانق معاهم وتصرخ في الشارع فيضربوها ويضربوا النسوان ويفضلوا يصرخهم ويضربهم ويكسروا. فيجي نعيم يتصل بجعفر ان ينزل يلحقهم، فيقوله ما تصرفش بأي تصرف. فأول ما هينزل من المطار على طول هيطلع على شوقي وهيفضل يضرب فيه ويتخانقوا ويعلم عليه كويس. فهتتفك الخناقة، وبعدها هيجوا بالليل يتخانقوا تاني، تيجي دلال تقف قدامه فتيجي الطلقة في دلال وهتموت دلال. بعدها هتكون ماتت دلال والانتقام هيزيد عند جعفر، وشوقي هيطلق وداد فتروح على بيت أبوها وتروح عند سيد وسيد يطردها، فتروح عند أبوها فنعيم يجي ويضربها ويقول لها فتحتيني ويشتمها بألفاظ مش كويسة. ونعيم هيواسي جعفر عشان خاطر دلال، لكنه هو كان بيحب دلال أصلا. صباح هي اللي هتكون خطفت ابن جعفر وهي اللي سقطت دلال انتقاما من جعفر، لأنها كانت بتحب يوسف اللي انقتل على ايد جعفر. وهنا بلال شامة هيتفق مع شوقي ان ده هيعرف شوقي ان ده ابن جعفر سيف، وكمان الرقاصة هي اللي هتوصله لقتل سيف. وجعفر هيكتشف نعيم ان هو كمان بيسرقه، وهو كمان رتب مع صباح على خطف ابن جعفر وسقط دلال. والنهاية هتكون قتل شوقي على يد جعفر، وهيكون خسر جعفر ابنه ودلال واخوه سيد وامه. والنهاية كتير هتكون مؤثرة وصعبة. اكتبولي تحت في التعليقات ايه اكتر توقع متوقعين في نهاية جعفر العمدة. والى اللقاء في فيديو جديد، واشوفكم على خير. وما تنسوش الاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس. سلام.